ست، اول حاجه الوصفه بتاعتنا سهله جدا وبسيطه. هتجيبي مثلا كيلو من الدقيق او زي ما انت عايزه. يعني انا مثلا هنا عملت كيلو وشلت منه ايه قد تقريبا ربع كيلو، يعني عملت كيلو الا ربع. حطيت عليه ايه حطيت عليه رشه صغيره كده من الملح، يعني قد ايه ربع معلقه كده صغيره من الملح. وحطيت له ميه وهعجنه في العجان، او ممكن تعجنيه على ايدك بكل سهوله، مفيش مشكله. يبقى دقيق وميه وملح، دي اسهل وصفه واسهل طريقه ممكن تعمليها لوصفه النهارده ان شاء الله. تعالوا بقى اسلم عليكم الاول. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالوا في اول الفيديو نصلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مش هعتذر بقى كل شويه اقعد اقول لكم معلش انا ما نزلتش فيديو، انا اصلا مكسوفه منكم. بس يعني ايه، ادعوا لي يعني ادعوا لي وخلاص. ان شاء الله وباذن الله ربنا يعدي الفتره دي كلها كده على خير، ونرجع ان شاء الله احسن من الاول. بصوا هنا بقى، انا ليه بقى شلت الربع كيلو الدقيق اللي انا بقول لكم عليه ده؟ ان انا مش ضامنه الدقيق اللي معايا هيعمل ازاي او هيعمل ايه. في دقيق بيشرب الميه جدا يعني وتلاقيه بدأ يسيح كمان، وفي دقيق تاني مجرد ما تحطوا له الميه خلاص بيلم عليها والعجينه بتبقى طريه ومظبوطه معاكي. تمام. لكن انا الدقيق ده عشان كده خليت الربع كيلو ده كده على جنب، بحيث ان انا ايه كل ما احس ان العجينه بتاعتي طريه ومحتاجه دقيق او بتلزق اروح حاطه لها دقيق تاني. تمام. عايزه افكرك بقى بلايك حلو منك على الفيديو ده، واشتراك في القناه لو لسه بتشوفيني لاول مره، وكومنت حلو منك. وبرده لو عملتولي شير للفيديو اكون شاكره جدا ليكم ان شاء الله. بصوا هنا اهو، انا كل ده مش بقص حاجه من الفيديو علشان برضو انتوا تبقوا شايفين كل حاجه على الطبيعه اهو زي ما انتوا شايفين. كل ما احس ان العجينه بتاعتي برضو لسه ما مسكتش ومش متماسكه معايا او طريه قوي او بتلزق، اروح ضايفه دقيق تاني كده بقى. تمام. العجينه طريه، مش عايزاها تكون ناشفه قوي ومش عايزاها تكون بتلزق. بصوا اتلمت بس كده على جناب البتاعه بتاعت العجن اللي بعجن فيها دي، لمت كده معايا، وفي نفس الوقت هي برضو ماسكه نفسها حلو وفيها عرق برضو كده. تمام. العجينه دي ما بتخمرش، ما بتاخدش خمران يعني، فحطيتها بس على جنب كده ترفع مع نفسها عبل ما احضر الحشوه بتاعه الفطير. النهارده ان شاء الله انا هعمل فطير. الفطير ده نفسنا هفتنا عليه كده يعني. والله ما كنت عارفه هعمل غدا ايه ولا اي حاجه خالص، فجاه كده قلت خلاص انا هعمل كذا، مش عارفه ازاي وليه نفسي كده هفتني عليه وجابتني عليه. فقمت على طول يعني لقيت الحاجه عندي، وبصراحه استخدمت كل الحاجات اللي موجوده، اللي يعني ما نزلتش جبت حاجه. فانا هعمل ايه النهارده بحشوات ايه احنا بنحب بالفراخ وباللحمه المفرومه وكمان بالتونه. فانا هطلع علبه تونه اعمل برضو بالتونه، لان انا بحب بصراحه المعجنات او بالتونه. وهعمل بالفراخ عشان جوزي ما بيحبش التونه، ومفروض فيه باللحمه المفرومه، بس انا هنا ما طلعتش لحمه مفرومه لان انا كنت يعتبر اخر النهار ما حطيتش بقى ايه، ما طلعتش لحمه المفرومه تفك. بص انا قطعت البصل كبير شويه او جوليان يعني جوانح، وبعدين حطيت عليه الفراخ او زي البانيه كده متقطع برضو مكعبات صغيره ما تكونش كبيره، وحطيت البصل خد تشويحه بسيطه قوي، وبعدين نزلت عليه بقطع الفراخ وقلبت كل ده مع بعض. وجيت هنا حطيت البهارات، حطيت شويه توم بودره، شويه فلفل اسود، شويه كمون، وشويه الملح، وبدات ان انا اقلب كل ده مع بعضه. انا مش عايزه البصل دبلان، مش عايزاه يدبل، لان هو لسه هياخد سخونه تانية وهياخد حراره تانية في الفرن، فبرضه يبقى الطعم بتاعه باين كده في العيش. وعايزه اقول لكم لما تيجي تعملي اي معجنات وفيها بصل او الحشوه بتاعتها فيها بصل، بتبقى حلوه قوي قوي لما تكمل سواها جوه العجين. يعني مثلا زي الحواوشي كده الاسكندراني، لما مثلا يبقى محطوط فيه بصل او لحمه او كده، بتحبي ان انت تعملي حاجه ني عشان لما تدخل الفرن تنزل ميتها جوه العجين او جوه العيش، فتحس بطعم الاكل احلى واحلى. تمام. انا سبت الحشوه بقى على جنب تبرد، انا ما سويتهاش ويل دان يعني، ما سويتهاش 100%، انا خليتها بس كده نص نص. جيت بقى هنا على العجينه بتاعتي زي ما قلت لكم، انا كنت عامله كميه قليله ما كنتش عامله كتير، بس انا قلت لك الكميه بالكيلو عشان الناس برضو ما تتوهش مني. تمام. ما قلتش كميه للميه علشان الميه برضو معياريه زي ما قلت لكم، هو بس الملح رشه بسيطه كده اللي هو تستحملي تاكلي العجين او العيش يعني زي ما بتاكلي العيش. قطعت هنا العجينه اللي معايا على قطع بعدد زوجي يعني. تمام. يعني مثلا ايه هعمل كل فطيره مثلا 4 وحدات او 3 وحدات. تمام. زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا. هنا بقى كنت فردت على طول، سبتها بس العجينه ترتاح 5 دقايق. تمام. وجبت الزيت، احنا هنا بنفرد الفطير على الزيت. بصوا بقى انا عملت ايه،
زي ما قلت لك العجينه خليها تقطعيها على عدد زوجي، يعني مثلا 8 12 16 18 كده. تمام. لو اتقطعت منك زي ما اتقطعت معايا كده ومفيش اي مشكله خالص، احنا لسه هنحط طبقات فوق طبقات. ناس هتقول لي يا نسمة دي مش طريقه الفطير اللي هو المشلتت. انا مش بعمل فطير مشلتت دلوقتي، انا بعمل فطير جواه حشوه. لو انا عملتها فطير بطريقه الفطير المشلتت يا جماعه اللي هو بنعمله في البلد، يعني عندنا في البلد ما بنعملهاش طبقات، احنا بنعملها فطيره واحده كبيره وبنقفلها احنا على بعضها، بنطبقها على بعضها علشان تطلع طبقات. بس عشان هيتحط فيها حشوة وهتتفرد بالحشوة بتاعتها، فكان لازم اخليها سميكة شوية. تمام. فهنا زي ما انتم شايفين كده عملت ايه، عملت الكورة التانية اهي برضو بنفس الطريقة فردتها وغطيت بيها، وادي الكورة التالتة برضو زي ما انتم شايفين. واي حتة اتخرمت معايا او اتقطعت معايا مفيش مشكلة، بداريها بالجزء التاني او بالقطعة التانية اللي انا هحطها. انا هنا لقيت ان 3 طبقات كويسين جدا، ويعني في المظبوط او في المعقول. بس كان المفروض احط بين كل طبقة وطبقة طبعا معلقتين كده سمنة تكون سايحة، مش قادحة، يعني مش سخنة قوي، مش واصلة لدرجة الغليان، يعني السمنة سايحة عادية. هنا بقى انا عملت الحشوة اهي، حطيت شوية فراخ بالبصل اللي انا جهزتها معاكم، وحطيت شوية ده فلفل على فلفل الوان، على طماطم كنت مقطعاها يعني وحطها برضو على جنب مجهزاها، وشوية زيتون. ما كانش عندي زيتون مخلي بس كان عندي زيتون اللي هو بتاع الاكل المخلل ده، حطيت برضو منه مفيش مشكلة، قطعته يعني انا دواير. وهنا زي ما انتم شايفين كنت دهنه الصينية، لميت الفطيرة بتاعتي وخليتها عادي خالص كأني لسه هجهزها للخبز، وشلتها كده بالصينية بتاعتها في التلاجة لحد ما اجهز الفطيرة التانية اللي بعدها. هعمل معاكم برضو الفطيرة دي عشان تشوفوا اهو ما شاء الله. بتفردي على قد ما تقدري، بتبقى خفيفة الى حد ما تخليش الاطراف بتاعتها تخينة، يعني ما تخليهاش سميكة، علشان الاطراف دي بتبقى هي في القلب، بتدخل في القلب بقى من جوه، لان احنا بنلمها على بعضها، فهتلاقي اللي هو في الطرف بره ده دخل في القلب. هتيجي تاكلي بقى هتلاقي كلاكيع قابلتك بعد كده في قلب الفطيره. فحاولي على قدر الامكان تفردي وخلي قلبك جامد وما تخافيش. ده عجين يعني، حتى لو اتقطعت منك عادي ممكن تلميها وتكوريها على بعضها وتفرديها من تاني، مفيش اي مشكله. زي ما انتوا شفتوا كده، زي ما قلت لكم انا بحاول ان انا اخلي السمك بتاع العجينه او الفطيره ما تبقاش خفيفه، وفي نفس الوقت انا مش عايزه اعمل طبقات كتير. تمام. فانا بصراحه اقتنعت ان هي 3 حلوه قوي عليها. انت ممكن تعملي 4، ممكن تعملي 5 كور، يعني 5 براحتك. كل ما هتزودي عادي، مفيش مشكله، مش هتطلع مثلا وحشه ولا حاجه. وبين كل طبقه وطبقه زي ما قلت لكم بنحط اللهم صل عليك يا نبي على السمنه. هنا بقى كانت المفروض التونه دي بقى فطيره التونه هنا بقى أنا طبعا انا استخدمت تونه مفتفته. انا كان عندي بصراحه قطع وكان عندي مفتفته، بس كنت عايزه اتخلص من المفتفته دي، فقلت هدخلها في اي اكل. وحطيت برضو الحشوه زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا اطبق الفطيره اهو زي ما انتم شايفين زي الفل. وجبت برضو صينيه تانية ودهنتها برضو شويه زيت او سمنه المتاحه عندك، وبرضو حطيتها في التلاجة برضو اللهم صل على النبي تجمد شويه. طب انا ليه بحطها في التلاجة يا نسمة؟ عشان تريحي العجينه. طبعا احنا حاطين فيها سمنه، السمنه لما بتبقى سايحه مع العجين بتيجي مثلا تفردي بعد كده هتلاقي العجينه اتقطعت والسمنه وقعت منها. فافضل حل واسلم حل بقى ان هو انك تحطيها في التلاجة، فالسمنه هتلاقيها قفشت، يعني اسمها اللهم صل على النبي، سقعت فجمدت فقفشت في العجينه، تعرفي تفرديها بقى بكل سهوله، والعجينه تلاقيها نشفت معاكي او مسكت نفسها شويه كده، وتفردي بقى وانت مطمنه ما تتقطعش بقى ولا حاجه تنزل منها، ولا حشوه ولا سمنه ولا ولا اي حاجه. تمام. انا طولت طبعا، دي المفروض الفطيره الثالثه اللي انا بعملها معاكم، بس انا بقى عايزه اوصل الفكره على قد ما اقدر. طبعا انا هنا ياسمين سلفتي كانت بتصورني، بشكرها طبعا، دعبتها انا في اليوم ده. فبصراحه انا ما كنتش ناويه اصور، فهي قالت لي خلاص طالما انت تعملي حاجه جديده يعني ما اتعملتش قبل كده في القناه، تعالي هصورك انا. فشجعتني. وفي اليوم ده الحمد لله اتغدينا مع بعض يعني من الفطير، وكانت قاعده حلوه بصراحه. هي اصلا كانت بتقول لي انا عايزه اكل حاجه لسه ما بس مش عارفه ايه هي، حاجه غريبه، مش ماليش نفس لاي اكل، بس في عايزه اكل اي حاجه غريبه. فهي بقى سبحان الله جت كده، وكانت اكله جميله ولذيذه واتجمعنا فيها، ويا رب دايما كده يبقى في الخير متجمعين.
بصوا بقى هنا زي ما قلت لكم انا ما عملتش غير بحشوتين اتنين بس، بالفراخ وبالتونه. تمام اهو. وبحط برضه بكمل الحشوه بالزيتون وبالفلفل والطماطم. عايزه تستغني عن الفلفل والطماطم براحتك خالص. هنا برضه انا عملت اقتراح كده ان انا ممكن احط جبنه موتزاريلا جوه في الحشوه نفسها، وممكن تحطي جبنه رومي، ممكن تحطي جبنه شيدر، اللي انتي عايزاه كله متاح، كانك بتلعبي في بيتزا. هو اصلا الفطير ده اسمه بيتزا، بس بيتزا اللي هو الحشو اللي هو بيبقى جوه اصلا اسمه فطير بيتزا. ايوه كده اهو زي الفل. وادخلها برضو التلاجة. دي اهي اول واحدة طلعتها من التلاجة. بصوا بقى وانا بفردها اهي الحشوة تحسيها خلاص هتطلع معاكي، بس لا هي بقى انا عشان دخلتها في التلاجة كانت مسكت نفسها وبقت زي الفل، والسمنة بتاعتها كمان كانت جميلة. طبعا دي اول واحدة عملناها مع بعض. حبيت ان انا احط على الوش كده شوية جبنة زي ما قلتلك، برضو موتزاريلا، رومي، اللي انت عايزاه. في ناس على فكره بتعمله وش بيتزا كمان، يعني في ناس بتعمله كمان زيتون وتحطه على الوش. في ناس بتعمله اللهم صل على النبي طماطم وفلفل حلقات وكلام من ده. تمام. بصوا هنا بقى ايه، حبيت اوريها لكم هي لسه بتستوي في الفرن هي عليت ازاي. بصوا دايما يا جماعه، حتى ماما كانت دايما تقولي كده، اول واحده دي بتبقى تجربه. بتشوفي بقى الفرن بتاعك مثلا سخن ولا بارد. شوفي مثلا الصاج بتاعك ده هتحطيه على تحت عند الشوايه ولا عند الاسياخ اللي تحت نفسها. فانا هنا كنت بظبط الفرن وظبطته الحمد لله. التانية هتطلع احلى من التالتة، قصدي احلى من الاولى، والتالتة هتطلع احلى من التانية والتالتة. ايه اللي انا بقوله ده؟ المهم يعني ان كل واحده هتطلع احلى من اللي قبلها. هنا ما شاء الله برضو التانية اهي، اعتقد دي اللي هي التونه. هحط لها برضو شويه موتزاريلا كده على الوش، وبرضو ايه هدخلها على الفرن. طبعا طب يا نسمة درجة الحرارة ايه او التسوية ايه؟ الفطير من الحاجات اللي لازم تستوي على نار عالية عالية. فبوتاجاز او فرن كهرباء لازم تعلي درجة الحرارة على اعلى درجة اهي ما شاء الله. علي درجة الحرارة على اعلى درجة على قد ما تقدري. وطبعا بيبقى بياخد الوشين مع بعض، بس ايه قربي الشواية او السيخ بتاعك يكون اقرب اكتر اللي هو الجزء الارضي، مش في النص يعني. بصوا هنا بقى دي التانية ما شاء الله زي ما قلت لكم. دي كده اول واحدة طلعناها. التانية بقى ما شاء الله يعني بتبقى احلى من الاولى. بصوا برضو انا عايزه اوريكم اللي هي يعني قعر الفطيره عامله ازاي. ما شاء الله التسويه من فوق وتحت مظبوطه وتمام التمام. هنا بقى دي كانت المفروض تقريبا اخر واحده، وما كانتش يعني خدت وقتها في التلاجة، او كنت عاملاها يا ربي بفطرتين بس، يعني انا كنت عاملاها بكورتين بس، ما كنتش فارده 3 كور. تمام. فهنا بقى ايه اللهم صل على النبي، عادي يعني داريت القطع او اللي فيها ده بالموتزاريلا ما فيش مشكله. بصوا هنا بوريكم اهي طريه وجميله يا جماعه. كان طري بطريقه عسل يعني، كان جميل بصراحه جدا ما شاء الله. جربوا بس الطريقه دي وهتدعوا لي ان شاء الله دعوه كده من قلبكم. وهنا بقى كنت بقطع الفطير. بصوا هو يفضل يتقطع يكون سخن، يعني ما يكونش ايه برد قوي. بس دي كانت اول واحده تقريبا طلعتها، لا دي تاني واحده. فكان عبال ما خلصت بقى الكميه اللي كانت قدامي، فكانت ايه بدات تبرد شويه. بس مش مهم، انا دلوقتي هوريكم هقطع لكم واحده تكون سخنه شويه. بتبقى حلوه بقى في الجبنه، بيبقى حلو بقى في المطه بتاعه الجبنه، في الحشوه، في التوريقه. بصوا هنا برضو دي كانت يعتبر دافيه برضو، لسه ما كنتش عارفه امسكها كويس. دي كانت بالفراخ. هوريكم دلوقتي واحده تانية بالتونه. بس الله اكبر كان طعمه يجنن والله يا جماعه. اعملوه وجربوه مش هتندموا، تغيير. وعلى فكره مش لازم يبقى وجبه غدا، يعني انت لو مثلا عندك وقت يوم الجمعه الصبح تصحي تعملي كفطار، بتبقى حلوه قوي قوي ولذيذه. وعلى فكره ممكن تعملي مش بحشوات بقى لازم يكون في لحمه، لازم يكون في فراخ وتونه وكده، لا. دي كانت اخر واحده، كانت جميله جدا ما شاء الله. ممكن مثلا تعملي بحشوات جبنه بس، مش هتقول لا. يعني بالجبنه برضو بتبقى حلوه قوي، يعني جبنه كريمي، جبنه شيدر، على مثلا موتزاريلا، على رومي، على كده، بتبقى جميله جدا الحشوه الداخليه. وكمان لو حطيتيها برضو من بره. وممكن على فكره تعمليها فطير حلو، يعني ممكن تحشيها من جوه شوكولاته او نوتيلا
دي بقى السخنه اللي انا بقول لكم عليها، شوكولاته او نوتيلا، وترشي مثلا على الوش سكر بودره، او ممكن تعمليها ساده وترشي على الوش سكر بودره، مش تقول لا، بتبقى جميله جدا جدا جدا. وادي ما شاء الله حطيت بقى هنا كاتشب ومايونيز وبيبسي وكل حاجه كانت تمام. اتفضلوا يا جماعه، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.